يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ارتأيت أن أتم ما بقي من الشبه التي يذكرها بعض طوائف الضلال ممن قطعوا الولاية والسلطنة عن بظنهم عن كل من لم يحكم كتاب الله جل وعلا ولا شريعة الله سبحانه وتعالى. فقالوا إنما الطاعة للولاة الذين يحكمون بما أنزل الله. وقالوا أما إذا كان لا يحكم بذلك فلا طاعة له ولا نصرة. وهذه الشبهة هي شبهة الطوائف، الجماعات التكفير، هم الذين يصدرون مثل هذه الشبه، بحيث أنهم عندهم أن من حكم بغير شريعة الله جل وعلا فإنه يكفر رأسا من غير تفصيل. فحينئذ لما حكموا على الولاة بذلك قالوا إذن لا طاعة لهم ولا نصرة. ونبينا عليه الصلاة والسلام أجاب عن هؤلاء، لأن كما يذكر الحافظ ابن عبد البر أن هذا التفسير وهذا الحكم الذي استمدوه من بعض النصوص قال إنما هو مذهب عموم المعتزلة وطائفة الخوارج. وكما ذكرت في الدرس السابق من أن شيخ الإسلام تيمية لما جاء إلى الأحاديث التي تدل وتحث على السمع والطاعة للولاة قال وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، وحث على الصبر ونحو ذلك مما قد يحدث من أئمة الجور ونحو ذلك. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وأثرة عليك، يعني حتى ولو استأثروا ببعض حقوقك وظلموك، فإن هذه الأحاديث كلها تدل على السمع والطاعة مع استئثار الولي وولي ولاة الأمر والحاكم بحقك وأخذه لحقك. ورغم هذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالسمع لهم والطاعة، ولم يعلق ذلك على ما ينشره أولئك الطوائف، بحيث أنهم حين حكموا على الولاة جميعا من أنهم لا عدالة لهم بفسقهم، فإن ساقط العدالة حينئذ على فهمهم فهو فاقد للإمامة، لأن من شروط الإمامة أن لا يكون فاسقا، والفسق قادح في العدالة. إذن والإمام لا بد أن يكون عدلا،
فقد أجاب، قلت شيخ الإسلام تيمية، عن مثل هذه الشبهة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام في صريح حديثه قال: اسمع وأطع وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. ولا شك أن هذه الأمور لا تصب في العدالة، وإنما هي من الفسق. رغم هذا أمر عليه الصلاة والسلام بطاعته في المعروف ومفارقته في معصية الله جل وعلا. هذه الجماعة ومن منظريها هذا صلاح الصاوي، له كتاب نظرية السيادة وأثرها في أو على شرعية الأنظمة الوضعية، فذكر الآثار المترتبة على انعدام شرعية الأنظمة الوضعية، فذكر من ذلك سقوط وجوب الطاعة والسمع والنصرة بزعمه، وكلامهم كله دندن حول هذا من فهومهم وآرائهم، بحيث أنك لا تجد نصا لا من الكتاب ولا من السنة يدل على حكمه وعلى ما يصبون إليه. فذكر من الآثار التي تترتب إذا كان الحاكم قد فقد الشرعية أنه لا طاعة له ولا نصرة، وذكر أيضا سقوط الشرعية عن جميع ما يصدر عن هذه الولايات من النظم والقرارات. قال أي شيء يصدر عن هذه الأنظمة التي انعدمت الشرعية فيها، فحينئذ جميع القرارات وجميع ما تصدره هذه الأنظمة فلك ألا تقبلها ولا سمع لها ولا طاعة. هذا تجدون بعض التصرفات حول هذا كفشو وانتشار قضية الإنكار العلني، وقضية التدافع في أيام الصلاة بالتباعد، وأن على المرء وأنها من سنن التدافع، فيلقى بالشباب في مشاكل في غير سلطانهم فأنت تذهب لتنكر على ظنه المنكر، لكن في غير سلطانه فيأتي إلى الأئمة ويعني يخاصمهم ويناطحهم بحجة سنة التدافع. وهذه السنة أقول أنها ليست خاصة لا بصلاة ولا بغير الصلاة، وإنما هو من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك أن هذا الباب يكون بحسب المقدرة، فإذا كان الأمر لا يخص سلطانك وأنك في غير سلطانك، فحينئذ لا يشرع لك أن تفتي أو أن تتحدث بمثل هذه أو هذا الحكم. فلهذا أما إذا تصور المرء أن الأنظمة هذه لا شرعية لها، فحينئذ سيرفض جميع هذه القرارات وجميع هذه التنظيمات بحجة عدم شرعية هذه الأنظمة يعني ابتداء. فلهذا يعني الإنسان لابد أن يتفطن لمثل هذه الانحرافات. ومن أيضا مما ذكره من الآثار التي تترتب حول انعدام شرعية السلطات، قال: عدم تمثيل هذه الولايات لجماعة المسلمين. يعني حتى الجماعة مفقودة، حتى جماعة المسلمين عندهم إذا كانت الأنظمة غير شرعية فحينئذ لا جماعة للمسلمين، فحينئذ لا السلطان ولا جماعة. ويعني كل هذا كما تسمعون عياذا بالله مما يفسد العبادة والبلاد. والنبي عليه الصلاة والسلام بصريح قوله أنه وإن وجد شيء من الأثر وشيء من الظلم ونحو ذلك، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يدل في الآثار العديدة التي دونها الإمام مسلم على
يعني برواية متعددة متكررة، وقد بوب لها كذلك الإمام النووي عليه رحمة الله، من أن كل هذه الأحاديث التي تدل على السمع والطاعة في المعروف ليس فيها اعتبار الإمامة من غير اعتبار. يعني هذه الأحاديث التي جاءت في السمع والطاعة ليس هي من باب ما يعتبر من الإمامة شرعا ومن لا يعتبر، وإنما هي في باب السمع والطاعة للإمام عموما، وإن كان ظالما فاجرا يعني ونحو ذلك. فلهذا لا بد للمرء أن يلاحظ هذه الانزلاقات الخطيرة التي تلغي الولايات، كما أنها تلغي جماعة المسلمين وتدفع إلى إنشاء بيعات وجماعات في الخلوات والدسائس ونحو ذلك. وهذا النهج في الحقيقة هو نهج الخوارج، هو نهج جماعات التكفير، إذ حين نقضوا هذه الطاعات وهذه يعني والائتمار بالمعروف تجاه السلطات، قاموا على إنشاء جماعات وبيعات اخترعوها فبايعوا من يرضون وصاروا يرجعون إليهم، سواء في جميع أمور أو في جميع شؤون حياتهم، حتى أنهم كما ذكر هذا صلاح الصاوي هذا يذكر أن عند انعدام شرعية الأنظمة فهذه الشرعية تنتقل إلى العلماء من أهل الحل والعقد. فحينئذ يعني من نصب نفسه أو نصب في ذاك الموضع، فعند انعدام، وكذلك يقول يعني جميع الأنظمة كذلك، يقول فإذا هذه الشرعية تنتقل إلى أهل الحل والعقد، فيصير عندهم العالم الذي نصب نفسه أو نصب، فحينئذ هو الحكم وهو القاضي، وهو يعني من يرجع إليه في سواء في الفتوى أو القضاء أو الأحكام ونحو ذلك. وهو يعني ولايته هي الشرعية. فكونوا بذلك جماعات في وسط المجتمع المسلم، وحكموا لا شك على الأنظمة بالجاهلية، وحكموا على الأنظمة جميعا من أنها أنظمة جاهلية، وأنهم في حالة استضعاف، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام في أول مراحل دعوته بمكة، فكان يختفي وكان يعني يبلغ رسالته، فكان في استضعاف، وكانت السلطات يومها سلطة قرشية، فحينئذ كانت السلطة كافرة وهم مستضعفون من المسلمين، فركبوا هذه الأفكار وهذه الانحرافات على العهد الأول من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا إذن وضعنا الآن هو كوضع النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته، وأن السلطات هذه تشبه سلطة قريش الكافرة، وأن من يعني يكون من المسلمين مستضعفا فعليه أن يدعو بتلك السرية والتكتم والتقية وعدم إبداء يعني كثير من الأحكام الشرعية، خشية سطوة تلك الأنظمة الكافرة، مع أننا قد رددنا على هذه الشبهة الباطلة، وأننا ولله الحمد يعني شعائر الإسلام في بلداننا منتشرة معلن عنها، فهذا آذان الصلوات، وهذه الصلوات ولله الحمد تقام
في المساجد والمساجد مشيدة. وهذا رمضان ولله الحمد، يعني جميع الأمة تصومه وتظهره، والأعياد والجمعات وغير ذلك من الشرائع. بل من المفارقات أن النبي عليه الصلاة والسلام في العهد الأول ذاك ما كان المسلم يستطيع أن يقرأ كتاب الله جل وعلا، ولربما نكل به. والآن لله الحمد لنا من المدارس القرآنية والحفظة، وكتاب الله جل وعلا يتلى شرقا وغربا. فلهذا لا مقارنة بين العهد أو ذاك طور النبي عليه الصلاة والسلام في العهد المكي وبين هذه الأنظمة التي يراد إلحاق الكفر بها حتى تسلم لهم مآربهم وبدعهم. يقول أيضا من الآثار التي تترتب على انعدام شرعية الأنظمة الوضعية، يقول خلو الزمان من السلطان الشرعي. يعني يقول حينئذ لا سلطان الشرعي. قال فقد تمهد في قواعد الأصول أن المنعدم شرعا كالمنعدم حسا. قال فلا عبرة بوجود صورة هذه الولايات في الواقع إذا كانت منعدمة في موازين الشريعة. قال وما مثل وجودها في هذه الحالة إلا كمثل وجود صورة عقد الزواج الباطل في حالة العقد على أحد المحارم عياذا بالله. قال أو وجود صورة الإجارة الفاسدة في حالة الإجارة على الزنا ونحوه. الله المستعان. يعني انظروا بما يمثل أمثال هؤلاء. قال وخلو الزمان من السلطان يعني انتقال الولاية إلى أهل الحل والعقد في الأمة. يعني قال إذا كان يعني هذه لا نعترف بهذه السلطات وهذه الحكومات، فحينئذ تنتقل الولاية إلى أهل الحل والعقد في الأمة ممن لا يزالون على ولائهم للإسلام، يعني غير يعني الذين كما هم يسمونهم مرجئة حكام، يعني الذين لا يزالون على الولاء للإسلام، لا الذين باعوا دينهم. قال والتزامهم بالشريعة. قال وتتمثل فيهم جماعة المسلمين في إطارها السياسي عند شغور الزمان من السلطان. لكن وتلاحظون أن هذه بدعة حزبية حركية قطبية. ونبينا عليه الصلاة والسلام كما علقت هنا كان يقول ما من نبي بعثه الله جل وعلا في أمة قال قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. قال ثم إنها تخلفت من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. قال ويفعلون ما لا يؤمرون. وفي الأثر المشهور لأن هنا يرى عند انعدام تلك الشرعية للحكومات أنه لا بد من جعل مثل البيعات أو العهود لبعض من سماه من أهل الحل والعقد ممن لا يزالون على العهد الذي ذكره، لا الذين باعوا دينهم. هذا يذكرنا بالأثر الذي ذكره مطرف بن الشخير في رواية ابن صوحان لما جاءوا إليه وكانوا في حلقة، يعني حلقة علم، فأمر المطرف من حتى يوقع على ورقة يعني يتعاهدون على أن يعني يناصح ويؤازر بعضهم بعض، يعني ويعني يبقون على هذا العهد ويدونون أسماءهم على ذلك.
ما كان من مطرف إلا أن ما قبل، قال هذه المعاهدة هذه بدعة، هذه المعاهدة بدعة وما قبلها، وإن كان العهد الذي كتبوه في تلك الورقة على أنهم ينصرون كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يعني ومن كان معهم فهو معهم، ومن خالفهم فهو ليس من جماعتهم. فما كان من مطرف رحمة الله عليه أن انتفض في تلك الواقعة وما أراد أن يوقع، قال هذه المعاهدة وهذه البيعة هذه باطلة يعني، وليس لها من آثار السلف ما يدل على صحتها. طيب، ثم يقول ذكر أيضا في كتابه هذا صلاح النصاوي شرعية الجهاد لإقامة الجماعة. قال لقد تمهد في محكمات الشريعة أن نصب الإمام واجب، وأن هذا إجماع أهل الإسلام لم يخالف فيه إلا شواذ من الناس لا يخرق بمثلهم إجماع، كالنجدات من الخوارج وأبي بكر الأصم والقوطي من المعتزلة. والحكمة في هذا التكليف ظاهرة، لأن جميع ما أوجبه الله من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله والعدل ونصر المظلوم وإقامة الحدود ونحوه لا يتم إلا بالقوة والإمارة، وهذا يعني عجيب، يعني إذا كانت القوة يعني الإمارة من شرطها السلطة والقدرة على الإزالة والتمكن من ذلك ونحو ذلك، فكيف تنشأ هذه الجماعات التي لا سلطان لها ولا قدرة لها ولا منع؟ يعني فكيف يعني يدفع الناس إلى مثل هذه الجماعات التي لا سلطة لها ولا قدرة على إنشاء جماعات يقودهم من يقودهم، فبالتالي يقسمون عصا المسلمين ويفرقون الجماعة بحجة إنشاء جماعات تقوم على شريعة الله جل وعلا. لهذا يقول إلا ونحوه لا يتم إلا بالقوة والإمارة. طيب، قال ولو ترك الناس فوضى لا يجمعهم على الحق جامع ولا يزعهم وازع لأدى ذلك إلى التنازع والتواثب وتحزب الآراء المتناقضة وتفرق الإرادات المتعارضة وفشو الخصومات وتبدد الجماعات. قال وإذا كان ذلك كذلك وكانت هذه الكيانات القائمة على النظم قائمة على النظم الوضعية قد فقدت شرعيتها بمن عدمت عليه من تأليه الإرادة البشرية، الله المستعان. يعني كأن من يخالف فهو في هذه الحالة يؤله هذه الإرادات البشرية والأنظم الوضعية. قال وفقدت تمثيلها لجماعة المسلمين باتباعها لغير سبيل المؤمنين والتزامها بغير شريعة الله، فلا مناص حينئذ من الجهاد لإعادة الأمر إلى نصابه وإعلاء كلمات الله، وسبيل ذلك اجتماع الأمة حول أهل الحل والعقد. كان يدعو، يعني هذا يعني كما سبقا شرحنا، هذا يعني يدل على أن عند انعدام تلك الشرعية للسلطات والولايات تنتقل تلك الشرعية لمن نصبوهم من أهل الحل والعقد. قال وسبيل ذلك اجتماع الأمة حول أهل الحل والعقد فيها لنصب راية للإسلام وإقامة إمام للمسلمين
يكون للناس جنة يتقى به ويقاتل من ورائه ويقيم في الناس شرائع الإسلام. وقد علم المشتغلون بالعمل الإسلامي أنه لا بديل من ذلك سوى التهارج والتلاطم وتحزب كل فريق لما عنده أو الدخول في هذه الولايات المنعدمة ليكون ظهيرا للمجرمين وردءا للمبطلين، وكلاهما مما علم بطلانه من الدين بالضرورة. ثم ذكر أيضا من الأشياء التي تترتب عند انعدام الشرعية لهذه الولايات، قال: إنفاذ ما وافق الشرع من الولايات الجزئية للضرورة. هنا يريد أن يخرج من مأزق، وهو قالوا إذا كنا تحت هذه الأنظمة التي لا شرعية لها، طيب وما حكم العقود؟ مثلا عقود الزواج وعقود الطلاق ونحوه، وقسمة المواريث التي لا شك أنها تصدر تحت هذه الولايات التي انعدمت شرعيتها. فقال: إنما تتم هذه الأشياء، قال ضرورة، تتم ضرورة للضرورة. قال: إن انحلال عقدة الولاية العامة لا يتنافى مع إنفاذ ما وافق الشرع من الولايات الجزئية المنبثقة من هذه الولاية العامة، استنادا إلى قاعدة الضرورة، لأن هذا هو الأليق بمقاصد الشرع والأقرب إلى رفع الحرج عن الأمة، فإن مبنى الشريعة تحقق أكمل المصلحتين ودفع أعظم المفسدتين. وقد شهد التاريخ الإسلامي سيطرة دول مرتدة كالعبيدية والقرامطة وأشباههم، ولم يوجب العلماء نقض الأحكام والعقود الموافقة للشرع. قالوا يعني وجد عبر التاريخ من الأنظمة التي ليست بإسلامية، مثل ما حتى في أمثال أيام التتار، يعني كان بعض القضاة من المسلمين يعني بقوا تحت إمرة تلك الدولة الكافرة يعني المغولية لإنفاذ هذه الحقوق. قال: وإن كان هذا لا يعني الركون إلى هذه الولايات المنعدمة في الأصل، لأن الضرورة يجب أن تقدر بقدرها وأن يسعى في إزالتها، كما لا يعني الترخص في ترك الجهاد لإقامة الولايات الشرعية التي تصان بها الحدود وتحفظ بها الحقوق وترد بها المظالم ويجاهد بها العدو وتنتظم فيها شرائع الإسلام كلها. قال العز بن عبد السلام: ولو استولى الكافر أو الكفار على إقليم عظيم قال فولوا القضاء لمن يقوم بمصالح المسلمين العامة، قال: فالذي يظهر إنفاذ ذلك كله جلبا للمصالح العامة ودفعا للمفاسد الشاملة، إذ يبعد عن رحمة الشرع ورعايته لمصالح عباده تعطيل المصالح العامة وتحمل المفاسد الشاملة لفوات الكمال في من يتعاطى توليها لمن هو أهل لها، وفي ذلك احتمال بعيد. وهنا أيضا يزيد ويختم بأنه لا منافاة بين سقوط الالتزام بالطاعة وبين عدم الإعلان بالخروج. يقول عدم الطاعة، قال هذا لا يلزم منه أنه لا بد أن نخرج على الولاة. الأصل قال عند انعقاد الولاية شرعا هو وجوب التزام الطاعة لها ظاهرا وباطنا في غير معصية، واعتبار ذلك من التكاليف الشرعية التي يلتزم المسلم بها في السر والعلن. قال: فإذا عدمت شرعية هذه الراية سقط ذلك الالتزام بالطاعة وعادت الأمور إلى جماعة المسلمين متمثلة قال في أهل الحل والعقد من الأمة. قال: ولكن سقوط الالتزام بالطاعة لا يتنافى مع كف الأيدي في مرحلة الاستضعاف، ولا مع عدم إعلان المعارضة أو الإنكار في هذه المرحلة، إذ كان مرد ذلك كله إلى القهر وإلى الضرورة.
قال لأن الأصل في التكليف بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو ارتباطه بالقدرة وغلبة المصلحة، كما أن كف الأيدي في مرحلة الاستضعاف لا يتنافى مع وجوب الإعداد للجهاد. فلهذا القوم هؤلاء يدخلون في مرحلة السرية والتكتم في هذه المرحلة السرية، وكما ذكرت يشبهونها بالمرحلة الأولى من فترة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. قال لأن الجهاد إذا سقط بالضعف فإن وجوب الإعداد له لا يسقط، كما نص على ذلك الثقات العدول من أهل العلم. قال إن الكفر بهذه الرايات المنعدمة يبدأ من الإنكار بالقلب وعدم المظاهرة بالعمل، إلا فيما اضطر إليه غير باغ ولا عاد. أما ما وراء ذلك من العمل الإيجابي في مجاهدة هذا الباطل فهو منوط بالقدرة وغلبة المصلحة، وتقدير ذلك موكول إلى أهل الحل والعقد في جماعة المسلمين، وذلك لأن عقد القلب يجب أن يكون تاما إذ لا سلطة أو لا سلطان لأحد عليه. أما حركة الجوارح في إنكار المنكر والجهاد في سبيل الله قال فهي التي تناط بالقدرة والطمع في الظفر ونحو ذلك. هذا كلامه كلام يؤطر فيه ويؤطر فيه هذا المنهج، منهج السرورية القطبية في انعدام شرعية الولاة، وأن الولاية حينئذ تنتقل إلى أهل الحل والعقد كما قال، ممن لا يزال لم يبدل تبديلا. وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه عن هذه العهود التي لربما تعقد لفلان وعلان، بحيث أنه يبقون تحت الكتاب والسنة عملا بهما. هل يجوز أن تعقد مثل هذه العهود وهذه البيعات؟ فأجاب رحمة الله عليه وقال قال رحمه الله تعالى ما يحتاج إلى بيعة ولا إلى شيء أبدا، يكفيهم ما كفى الأولون طلبوا العلم وتعاملوا بالبر من دون بيعة لأحد. هذا قالوا هذا بيننا، هل نحن طلبة هل نعاهد بعضنا البعض على أننا نرجع إلى فلان ونتحاكم عنده ويصير هو العمدة عندنا؟ فعبد العزيز بن باز رحمة الله عليه نفى ذلك، قال ما يحتاج إلى لا معاهدة ولا إلى بيعة ولا إلى من ذلك من شيء. وكذلك في نفس الإطار ذكر هذا إلى الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وسئل مثل هذا السؤال في قضية العهود هذه السرية والبيعات أيضا السرية لبعض أهل العلم ونحو ذلك. قال أرى أن هذه الجماعات التي جاءت في السؤال أرى أن تجتمع على كلمة واحدة بدون مبايعة بدون معاهدة، لأن الناس ما داموا تحت لواء دولة وحكم وسلطان. قال فلا معاهدة ولا مبايعة. قال لأن هذه المعاهدة والمبايعة قال إن كانت مخالفة للنظام السائد في الدولة فهذا الخروج على الدولة والانفراد بما تعاهدوا عليه. قال وإن كانت تعني التساعد فيما يهدفون إليه قال فهذا لا يحتاج إلى بيعة ومعاهدة، بل يكفي كل واحد من الشباب أن يدرس على شيخ يثق بعلمه وأمانته ودينه ويتوجه بتوجيهاته دون أن يكون هناك بيعة ومعاهدة كما كان أسلافنا. ثم قال الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام وله أصحاب ولم يجري بينه وبينهم مبايعة ولا معاهدة.
قال الإمام الشافعي كذلك، والإمام مالك وأبو حنيفة وسفيان الثوري وغيرهم من الأئمة. قال: هل أحد منهم طلب من تلاميذه وأصحابه أن يبايعوا أو يعاهدوا على أمر من الأمور؟ فيعني فانظروا أن هؤلاء من كما كان يذكر أن حين انعدام الشرعية تنتقل هذه الشرعية إلى أهل الحل والعقد. قال: فمثل رحمة الله عليه بأمثال هؤلاء الأئمة. قال: هؤلاء يعني هذو كانوا من أهل الحل والعقد في وقتهم، وما صدر منهم لا مبايع لأنفسهم يعني، وأكثر ما يمثل له هو الإمام أحمد رحمة الله عليه. فالإمام أحمد مع وجود تلك الخلافة التي كانت تدعو إلى مسألة كفرية، رغم هذا نجد أن الإمام أحمد ما دل من معه على أن يبايعوه أو يعاهدوه على أن يفارق وأن لا شرعية للدولة، وعلى أن يكون أو تنتقل الشرعية له، وأن ينصب جماعة دون الخليفة. بل كان رحمة الله عليه كما ذكرت سابقا يعني أن وجد في وقته من خرج عن تلك الخلافة في أيام المأمون والمعتصم، فخرج بسيفه، هذا بابك خرج بسيفه على أولئك الخلفاء الذين كانوا يعني يقولون بتلك البدعة الكفرية من خلق القرآن. رغم هذا كان الإمام أحمد يأمرهم بمقاتلته، وما كان يرى نزع يد الطاعة من يد طاعة من أولئك الخلفاء، وإن كانوا يقولون بتلك البدعة الكفرية من خلق القرآن. وكان يرى الصلاة خلفهم والأعياد والجمع. ولهذا لهذا الإنسان لابد أن يرجع في هذا، خاصة في محنة الإمام أحمد، فمحنته فيها من الفوائد ما فيها. أما كما يقول هذا صالح الصاوي أن بانعدام شرعية الأولى فإن حينئذ تنتقل الولاية الشرعية إلى أهل الحل والعقد ممن لم تزغ أقدامه عن الشريعة كما ذكر، فهذا كلام باطل. فهذه المعاهدات وهذه المبايعات إنما هي بيعات ومعاهدات باطلة، ليس عليها سبيل إلى السلف، ولا كان سلفنا الصالح يدلون عليها. ثم نتم كلام ابن عثيمين رحمة الله عليه، فلما ذكر أسماء أولئك الأئمة قال: هل أحد منهم طلب من تلاميذه وأصحابه أن يبايعوا أو يعاهدوا على أمر من الأمور؟ قال: أبدا لم نسمع بهذا ولم نعلم، ولا يمكن لمدع أن يدعيه. قال: فلماذا لا نكون مثلهم؟ قال: إن لا نعلم أحدا عاهد أو بايع شخصا ما يكون تحت سيطرته في الشدة والرخاء والحرب والسلم إلا الخوارج الذين يخرجون على أئمة المسلمين، ويحصل بخروجهم ما لم تحمد عقباه. فلهذا نجد أن الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال: من أن هذه البيعات وهذه المعاهدات التي تكون بين الجماعة ومعظمها إنما هي من البيعات والمعاهدات الباطلة التي هي سبيل ونهج أولئك الخوارج الذين خرجوا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فلهذا فالكلام الذي ذكرناه عن صلاح الصاوي هذا، وهو أحد منظري هذه الجماعات المنحرفة من قطبية سرورية ونحوهما، إنما لربما
يقرأ أحدكم مثل هذه العبارات في مواضع من كتب ما، والفكر هو فكر خارجي، وإنما لربما يساق يساق مساقا ربما لا يتفطن الطالب ولا المسلم له، ولكن السياق يدل على أن الهوية هي هوية أولئك الخوارج الذين يعني ينظرون في كل مرحلة لبدعهم، ينظرون في كل مرحلة لبدعهم بحجة أنهم حماة لدين الإسلام وأمة الإسلام. فلهذا لا بد على الطالب والمسلم عموما أن يحافظ على جماعة المسلمين ما أمكن، وأن الولاة وإن جاروا فإن النبي عليه الصلاة والسلام وظلموا قد دلنا على طاعتهم والسمع لهم ما لم يأمروا بمعصية الله جل وعلا، ما لم يأمروا بمعصية الله سبحانه وتعالى. ونجد أن الصحابة كذلك كانوا ولم يعني نجد من آثارهم من كان يخالف في السمع والطاعة فينشئ جماعات تتعصب له وتحمي حماه وتروج لانحرافه ونحو ذلك عياذا بالله. يعني ما نجد أمثال هذه التصرفات التي صرنا نسمعها بعد أن كنا نظن أنها قد يعني أن الشباب من أهل السنة والجماعة كان فاهما لهذه المناهج، فسرعان ما طرحت مرة أخرى وصارت محل نزاع ونقاش ونحو ذلك. فأمثال ذلك هذا الإنكار العلني على الولاة، هذا الإنكار العلني يعني لو نظرنا في ما الحكمة من إبدائه وإظهاره فعكس ذلك وبضده تتبين الأشياء. فإظهاره لا شك أنه وإبداؤه إن كان صوابا هذا لا يؤدي إلا إلى الفساد، لا يؤدي إلا إلى المفاسد، لأن في مثل أوضاعنا الآن والأعداء يتربصون بنا، فكيف ننشئ أعداء من الداخل ونحن في هذا الاستضعاف بأمثال هذه الفتاوى في مشروعية الإنكار على الولاة علانية وإظهار عيوبهم وإشاعة ذلك، فهذا لا شك أنه يزيد الأمة ضعفا إلى ضعف. فبدلا من أن تدل الأمة على التمسك بعضها ببعض وأن يجتمعوا تحت راية واحدة وسلطان واحد ويتكاتفوا في هذه الآونة، فكيف تنشر أمثال هذه الفتاوى التي تشق عصا الجماعة وتشق عصا المسلمين ولا تدل إلا على الشر. أما قضية بعضهم لربما لا يفرق ولا يميز بين إظهار الحق والصدع به وبين اعتبار المصالح وتكثيرها ودفع المفاسد وتقليلها. فنجد من السلف من كان لربما يكتم بعض أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أيام الفتنة. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه قال كان عندي يعني وعاءين من العلم، قال بثثت الأول، قال ولو بثثت الثاني لقطع عنقي. وهذا لا يعني أنه كتم بعض العلم، وإنما أخره وحدث به في حينه. وكان الإمام أحمد كذلك، في أيام الفتنة كان الإمام أحمد لا يحدث بالأحاديث التي فيها جور السلطان وأن السلاطين قد يستأثرون ويؤخرون الصلاة ونحو ذلك، فكان لا يحدث بهذه الأحاديث، لا أنه يكتم العلم الذي يعلم أنه من المحرمات عنده، لكنه كان يؤخره فلا
يتحدث بهذه الأحاديث التي قد يعني وصلت إليه بالسند إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن كان يؤخرها لحينها ولا يحدث بها في أيام الفتنة حتى لا يزيد الفتنة فتنة. لهذا وكان السلف كما تعلمون كانوا لا يبيعون بل وينهون أن يباع السلاح في أيام الفتنة، هذا خشية أن يكون سببا في إزهاق دماء المسلمين وترويج وإثار الفساد بينهم. فهذه المشاهد التي بحق يعني تدل على النهج السوي السلفي في أن لكل مقام مقال، وأنه ليس كل ما يعلم يقال، وأنه ليس كل ما يعلم يقال. هذا آخر ما أردت أن أذكره حول هذه المحدثة التي يعني وللأسف يعني صارت كان ولا بد من بيانها، لأن بعضهم لربما تنطلي عليه بعض الشبه ولا يستطيع أن يفلت منها ولا أن يردها عن قلبه. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. شيخنا أحسن الله إليك، نرجو منك أن تبين لنا بعض الشبه المثارة في الساحة. أولا يقولون إذا كان المشايخ يحكمون في بعض الانحرافات المنهجية التي وقع فيها الشيخ، لماذا كانوا يدعون للاجتماع والإصلاح؟ طيب، هذا الجواب يعني له تفصيل. قضية الاجتماع نعم، هذا فيما كان يبدو لنا، لأن اعتبار هذه المخالفات العقدية المنهجية ما كنا نتصور أنها بهذا الحجم. يعني بعضهم يظن أن كل فتوى تصدر عنه فإننا نجتمع على قراءتها ومدارستها، هذا غير صحيح، ولا النظر في كتبه لأنه كان محل ثقة، فلا يمكن أن يقال يعني هذه كيف، لأن حتى أنا قيل لي هذا يعني كيف يعني هذه المخالفات وهذا الهول من المخالفات مرت وأنتم يعني في هذه يعني الانصراف والغيبة يعني ولا الغيبة يعني كلها. فلهذا يعني لا يمكن أن يقال يعني كيف وأنتم في نفس الوقت كنا نظن أن المسائل هذه ليست بهذا الحجم. يعني حتى يعني باقي المشايخ ما كانوا بعضهم يظن أن في مؤلفاته وفي فتاويه مثل هذه الأشياء، أبدا، كان على السلامة، وهذا واقع يعني، لأن قد يظن البعض أن ما من فتوى تصدر إلا ونقرأها وتمر علينا ونحو ذلك. لكن أنا أقول أن المسألة ما كنا نعتقدها بهذا الحجم. ثم أقول أن فيما يخصني أنا قضية الجند والعسكر وما يفتي في حق أموالهم الحرام ونحو ذلك، هذه أنا نعم كان بعضهم من يستفتيه كان يأتينا للنظر في تلك الفتوى، يعني لا في النظر في الفتوى، ولكن كيف حتى نجد له المخرج. مثلا أن يكون الرجل تزوج من ابنة جندي أو عسكري، فلا شك يسألني على أساس أنه كيف يتعامل معه، هل يأخذ ابنته إليه وهل يزوره وهل يأكل من مائدته ونحو ذلك. فكنا نتحمل التبعات تلك الفتاوى. وأنا صراحة يوم كانوا مجتمعين كنت اتصلت على مرتين على أحدهم حتى يكلم
في هذا وليناقش في هذا يعني. لكن ما كنا نظن أن الرجل يقول بأن جوهرة التوحيد هي توحيد الحاكمية، وأننا نعيش في المرحلة المكية، أو الآن قضية إحياء والدندنة حول الإنكار العلني وأنه مشروع وغير ذلك، يعني أنه على، وإذا قيل له أعطنا الدليل قال عمل به أو قال به فلان وعلان، في حين هو يحاكم إلى النصوص، يقول خالفوا النصوص في صلاة التباعد. طيب نحن نحاكمك إلى أقوالك، نحن كذلك نحاكمك إلى هذا النص. إذا كنا انحرفنا على فهمك، أننا انحرفنا في عدم أخذنا بالنص في صلاة التباعد، فنحن بصريح قول النبي عليه الصلاة والسلام في الإنكار العلني نحاكمك إليه، وهذا مشروع، نحاكمك إليه. إذا عندك من النصوص، أقول من النصوص السنية إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة هو الذي قال، فنحن نحاكم إليه، فإذا معه ما يعارضه فليأتنا به. أما أن يقال مثلا من الصحابة وغير ذلك، الصحابي إن خلف النص يعتذر له، لربما لم يسمعه، ربما تأوله على أنه إذا كان مثلا بحضرته وخشي فوات الحق فله أن ينكر بلين وبغير عنف نحو ذلك. لهذا كما جاء إلى قضية الآثار التي تروى في قضية الإنكار المباشر على السلطان، جاء يعني بعض العلماء وفسروا هذا أن كانت يعني سبحان الله كانت تلك المودة، كان ينكر عليه نعم وهو حاضر غير غائب، مع وجود تلك المحبة بين الولاة والعلماء. ودليل ذلك ما حصل في أثر أبي سعيد الخدري. لهذا لو أنكر أبو سعيد الخدري ما كان له أن يجلس في يوم عيد لفارقه، لو يعني اعتقد أنه خالف يعني صريح السنة. لكن ذكر له إن الناس يعني لو بدأنا بالصلاة صار الناس يعني ينصرفون من غير حضور الخطبة، فتأول ذلك، لكن يعني ما شنع عليه أبو سعيد الخدري وما جمع وما قال أنه خالف السنة وعليه يعني شنع وجمع تحته ولا وعاد من أجل تلك المسألة، ولم يتوقف من الردود وينظر لها وغير ذلك. لهذا فرق بين هذا العمل وهذا عمل السلف وبين ما نحن فيه من موالاة ومعاداة ورمي الغير بمفارقة السنة ومعارضتها، بل ورميهم بأشنع العبارات، ورمي علماء الأمة بأشنع العبارات، مع أنه يعني بهذه المسألة في قضية الإنكار على الولاة هذه عندنا نص نرجع إليه. فالعكس الآن مخالفة النص أو صريح النص ينطبق على المخالف، لا الذي التزم نص النبي عليه الصلاة والسلام. ولهذا الإنسان لابد أن يعي أن هذه المسائل مسائل علمية، يعني نحن نتحاكم إليها يعني، مهما يكن من خالف. نعم. طيب هذا يعني أنا ضمن ما ذكرت قضية أن بعض العلماء يقول بالإنكار العلني على الولاة، قلت هذا ليس منهجا علميا. أنا أقول لك قال النبي عليه الصلاة والسلام وأنت يقول به فلان وعلان، هذا مخالف للمنهج العلمي. نحن نتحاكم إلى الكتاب والسنة على فهوم أسلاف الأمة. أما أن يقال أن فلان يقول ويعارض ويقول أنه يجوز كذا وكذا، هذا بناء على اعتقاده ونظره وما توصل إليه. لأن بعض العلماء لربما كالشيخ مقبل يرى أن الأثر هذا لا يصح،
يرى أنه لا يصح، فأخذ بعمل بعض الصحابة. لكن أنا أقول أما فهم فتوى الشيخ مقبل على أساس أنه يعلن النكير، ما كان الشيخ رحمة الله عليه يعلن بالنكير. هذا كان رئيس جمهورية اليمن يومها كان يعني لا يذكره إلا بخير، بل قال بصريح العبارة: لو أمرني أن أتوقف عن التدريس لتوقفت، وما قال أنا أصعد إلى شرفة بيتي وأتكلم، لو منعتموني لا خرجت من شرفة بيتي ولا صدعت بالحق أبدا. هذا منهج سلفي، هذا منهج سلفي. وانظروا في تراجعات الشيخ عبد المحسن العباد بعد أن كان يفتي ببطلان الصلاة بالتباعد، ما كان منه بعد إصدار الفتوى إلا أن رجع، وهذا عمل سلفي. هذا أو عبد الله بن مسعود في إتمام الصلاة في منى، عثمان أتم الصلاة وجاءوا إلى عبد الله بن مسعود على وجه الإنكار عليه، قال: كيف أنت كنت تقول أننا نقصر بمنى وأنت أتممت الصلاة خلف عثمان؟ قال: أما إن الخلاف شر. قال: الخلاف شر. أنه لهذا إذا كان للحاكم اجتهاد وله من يجتهد في ذلك، فإذا كان الخلاف يؤدي إلى المفاسد كما نحن الآن نجنيها مع الأسف، هذا لا يصح. وأن العكس تماما قد يؤخذ بأضعف الأقوال، فلهذا لا يقال مثل هذا. هذا هو النهج السلفي، هذا هو النهج الذي نراه. لا أن يرمى مثلا أن يقال أن الشيخ العباد مثلا خالف النص ونحو ذلك. العكس، أخذ بمنهج السلف في هذا، لأن عند اختلاف المسائل وهذه المسائل التي فيها التنازع، إذا أدى الاختلاف إلى الفساد العام، هذا يمنعه الشريعة، تمنعه الشريعة. ابن تيمية يقول هذا في دواوينه. فلهذا إذا كان موارد النزاع تؤدي إلى مفسدة عامة كالتهاجر والتباغض والتلاعن، والآن وصلنا إلى مسائل التكفير وغير ذلك، هذا فساد عام. هذا فساد عام، هذا لا يقدره إلا العلماء الكبار الذين يميزون. فلهذا إذا نظرت في أمثال من ذكر شيخ مقبل حتى بلده اليمن جمهورية اليمن، ما كان يأمر بالإنكار العلني على حاكمها يومها أبدا، بل بصريح العبارة قال: لو قال لي توقف لتوقفت. فلهذا الإنسان لا بد من أن لا هذه أنا أظن أن فيها بعضهم ينشر بعض التلبيسات العامة التي لم يشهدها، لم يشهدها مطلقا. يقول: جزاك الله خيرا شيخنا، نرى تساهلا في إطلاق الأحكام، مثل قولهم فلان نقض شهادة أن محمد رسول الله، وقولهم فلان لم ينفعه التوحيد، علما أنهم يقولونها في أئمة سلفيين. هذا من الغلو في إطلاق الأحكام، من الغلو في إطلاق الأحكام على الناس. فلهذا الإنسان لابد أن يحبس هذا اللسان، وألا يغامر. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صمت نجا. وأن هذا الذي يريد الناس المهاوي ويريدهم عياذا بالله قعر جهنم. فلهذا الإنسان لابد أن يراعي ما يتلفظ به من إطلاق الأحكام على المسلمين، سواء بالتكفير أو بالتفسيق أو بالتبديع ونحو ذلك. فلهذا الإنسان هذه الإطلاقات هذه في أناس مثلا نقضوا الشهادة أو
يعني وغيرها من العبارات. هذه مخاطرة. كيف تقال في هيئات علمية يعني قد ذاع صيتها شرقا وغربا في العالم الإسلامي، فيقال أنه يعني يتعمدون مخالفة النص وناقضوا شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام وغير ذلك. يعني هذه الأشياء هذه يعني إنسان لابد أن يتورع في إطلاقها، لأنها تعني أحيانا الكفر أو التكفير، لأن من يتعمد مخالفة النص هذا قد يصل به الأمر إلى الكفر، فكيف يقال في حقه أنه تعمد مخالفة النص في هيئات علمية يعني قد ذاع صيتها؟ فلهذا الإنسان هذه المغامرات وهذا الغلو في إطلاق الأحكام على الناس لابد على المرء أن يتورع في ذلك. نعم. هذا يقول: ما حكم البيع والشراء في الإنترنت بحيث تكون المعاملة كالتالي: يقوم الشخص بالشراء من أحد الشركات ثم يبيعها نفس المنتج بسعر أعلى بغرض الإشهار والترويج لسلعها، ويكون هذا المشتري عنده أعضاء معه يدخلون بمبلغ مالي معين ولهم سحبه في أي وقت، وهم أيضا يمكنهم الشراء من تلك الشركات وبيعها نفس المنتج بسعر أعلى، لكنه أي المشتري الرئيسي يأخذ نسبة من ربح هؤلاء الأعضاء أيضا. هذا البيع العنكبوتي الهرمي هذا أفتى فيه بعض العلماء بالمنع، لأن من دله على تلك المعاملة قال ليس له أن يأخذ منه. إذن كيف يأخذ ممن دله يأخذ منه نصيبا من المال؟ فبعض العلماء منعوا هذا البيع الشبكي الهرمي، وهذا يعني البيع على هذه الصورة جاء من دول آسيوية ودخل يعني هذه الصورة البيع دخلت بلدنا. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيك: لو تفضلتم بشيء من التفصيل في مسألة أن الحاكم لا يرفع الخلاف في العبادات، فإن هؤلاء يدندنون حول عدم شرعية الأنظمة. هذه قضية أن الحاكم لا يرفع الخلاف في مسألة العبادات. هذه أنا أجبت بالأثر عما حصل بين عبد الله بن مسعود والخليفة الراشد رضي الله عنه عثمان بن عفان. فما كان من الخليفة إلا أن أتم في حين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر بمنى، فجاء عثمان فأتم الصلاة. هذا بناء على ما اجتهد فيه، ولهذا أنكر عبد الله بن مسعود فعل الخليفة، إلا أنه ما كان منه إلا أن وافق وأتم الصلاة خلفه. لهذا العلماء يقولون من أن في مسائل النزاع ومسائل الاجتهاد أن الحاكم يرفع الخلاف حتى في مسائل العبادات. قالوا يرفعها عمليا لا علميا. بمعنى عمليا أنك توافقه بعملك كما فعل عبد الله بن مسعود، وإن خالفته بعلمك. قالوا لما؟ قالوا للمحافظة على الجماعة ودفع مفسدة تلك الطعونات والمناطحات والشر الذي ربما ينتشر. فقالوا فإن الحاكم يرفع الخلاف سواء في المعاملات وحتى في العبادات، والدليل على العبادات وهذا الأثر، هذا أثر عبد الله بن مسعود مع الخليفة الراشد عثمان، فالمسألة في العبادات لا في المعاملات. لهذا قال وإنما يرفعها عمليا، يعني عبد الله بن مسعود وافق الخليفة حين وأتم معه أو خلفه الصلاة حتى يبقي على الجماعة ولا يظهر منازعته للسلطان.
أما علميا فله أن يخالف، أن يفتي بعكس أو بما اعتقده واجتهد فيه، هذا بالعموم. فإن كانت المسألة يعني حتى من الناحية العملية، نحن عندنا اختلاف المطالع في شهر رمضان. في شهر رمضان نعمل بقول النبي عليه الصلاة والسلام أن صومنا ويوم يصوم الناس، وفطرنا كذلك يوم يفطر الناس. هذا ليبقى على الجماعة، رغم أن المطالع لا شك أنها تختلف من بلد لآخر، لكن ليس لنا أن نخالف بحيث أن من رأى الهلال صام لوحده وبمعزل عن باقي الأمة، لهذا أقول أن هذا هذا دليل أن حتى الذي يقول بخلافه فإنه في هذه المسألة يعمل في حالة اختلاف المطالع لصوم شهر رمضان، إنهم جميعا يعملون بهذا، وأن إذا شوهد الهلال فحينئذ تصوم الأمة حيث كانت مع كل تحت ولاية حاكمه وسلطانه. لهذا لا يقال هذا قد شاهد الهلال فله أن يصوم بمفرده، وإنما يرجعون إلى توحيد النبي عليه الصلاة والسلام لصيام المسلمين وفطرهم، فقال صومكم يوم يصوم الناس وفطركم يوم يفطر الناس. نعم، خلاص يقول شيخنا جزاك الله خيرا: هل تصوير الوزراء وبعض ولاة الأمور في المزارات، قال وعند الأضرحة أو حال ارتكاب بعض المعاصي، هل يعتبر هذا تشهيرا بالحكام وتأليبا للعامة عليهم؟ هذا قبل الجواب على قضية التصوير هذه أولا هل تشرع، ثم قضية التشهير، لأن لا شك أن مثل هذا العمل يخضع إلى مرحلتين: أولا إلى مرحلة مشروعية التصوير، ثم ثانيا هل هذا العمل يراد منه الإصلاح أو يراد منه التشهير والإفساد. لهذا قضية كما يقول العلماء قضية الإنكار على الولاة الغرض منه هو الإصلاح لا التشهير، بل قال الشيخ ابن عثيمين يقول لا التغيير، المراد من ذلك في إعلان بالنكر عليهم المراد من بيان ما أخطأوا فيه لأجل الإصلاح، قال لا لأجل التغيير، لأن التغيير يحتاج إلى هدم وإعادة بناء. قال لهذا نحن إذا ناصحناهم هذا لأجل إصلاح ما ظهر لنا من منكر. أما قضية التغيير بعضهم يقول أنا ناصحته لكن ما تغير ذلك المنكر، فيقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه يقول ليس هذا الغرض منك أن يتغير ذاك المنكر لما هو أصلح، قالوا إنما المراد منك أن تدله على الصلاح، أن تريه الأصلح في ذلك. فأما التغيير فهذا طرف آخر. هذا بعضهم لربما يستعجل، قال أنا ناصحته وراسلته، فربما لا يصبر على ذلك فيبدأ بالتشهير. نعم. يقول شيخنا الذي يقول من هو معنا فهو على السنة ومن ليس معنا فهو على خلاف ذلك، فهل يعد قوله هذا تبديعا لمخالفه أو تكفيرا؟ هذا مثل ما ذكرنا، هذه فيها دعوة إلى جماعته، فيها دعوة إلى هذه الجماعة. لهذا يقول من هو معنا، هذا تحزب، هذا تحزب. من هو معنا فهو على السنة ومن خالفنا فهو على غير ذلك. لهذا هذه الإطلاقات العامة، هذه الإطلاقات تدل على التحزب والتكتل على على أشياء
لهذا العموم في هذا العموم هو أنه من خالفه فهو يقول على خلاف ذلك، قد يقصد البدعة وقد يقصد غير ذلك. لهذا الكلام هذا فيه من العموم، وأهل السنة والجماعة في أحكامهم لا يباشرون العمومات هذه، لأن العمومات يستطيع المتكلم أن يفر منها، وهي يعني آدات ومنهج لأهل البدع. لهذا أهل البدع إذا جاءوا إلى مسألة توسعوا فيها وذكروها بهذه المجملات وهذه العمومات حتى ينطلي الباطل بالحق. لأنهم كما يقول ابن القيم رحمة الله عليه، يقول هذه البدع لو كانت بدعا محضة يعني ظاهرة للناس، يقول ما اتبعها أحد. وصحيح، يعني يقول هذه البدعة يعني لو كانت محضة ظاهرة أنها بدعة، يقول ما اتبعها أحد، لكن عند تزيينها يعني تجد من يتبعها، عند تزيينها والاستدلال لها، ويعني لربما إذا ألحقت ببعض المعظمين وبعض المشاهير، هذه تكون من الزينة التي لربما تستقطب كثيرا من الناس. لهذا يقول ابن القيم، وهذا كلام يعني بديع منه، يقول يعني البدعة المحضة لا شك أن النفوس لربما لا تستهويها ولن تتبعها، لكن لما كانت البدع مزخرفة مزينة اتبعها كثير من الناس. ويقصد من هذا تلك الإجمالات في الأحكام والكلام وذكر الضوابط وذكر ربما تلك الشبهات وغير ذلك. طيب خلاص هذا، ونستسمحكم وبارك الله فيكم، ونسأل الله جل وعلا أن يحيينا ويميتنا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وأن يجمعنا على كل خير، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.